طبعا سادسا مطيني جذر 3 على 2 دلالة التي بدلالة التي. شلون أكاملها طلاب؟ فراح يصير جذر 3 على 2 تي زائدا سي. هنا ليش خليت التي؟ لأن بدلالة تي وضفت سي. تمام. طلاب هسه عندي ثانيا إذا اجتني تكامل x أس n، إذا اجاني تكامل مرفوع إلى أس، نضيف للأس 1 ونقسم على الأس الجديد. ملاحظة، نضيف للأس 1 ونقسم على الأس الجديد. شلون هسه أوضح هاي الملاحظة؟ مثلا عندي أولا تكامل x للدي اكس، شلون راح أكامله؟ شوفوا طلاب، فراح يساوي لنا x هنا أس 1، فحسب هاي الملاحظة نضيف للأس 1 ونقسم على الأس الجديد اللي هو بعد الإضافة. فهنا 1 نضيف ويا 1 راح شو يصير؟ الأس الجديد اللي هو 2 زائدا سي. تمام، حسب هاي الملاحظة. فنجي ناخذ ثانيا، مطيني تكامل x تربيع بالنسبة للدي اكس. تمام.